اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. النهاردة أكلتنا جديدة خالص ومختلفة، يعني محدش عملها قبل كده، يعني جديد وحصري إن شاء الله على اليوتيوب. اللحمة طبعا غليت وبقت ب350 جنيه. طبعا عشان ايه يعني هنشتريها ب350 جنيه؟ في بدايل كتيرة ممكن تستخدميها. دي كده اسمها عروق أو تقشيط، بنجيبه من عند الجزار، الكيلو ب50 جنيه. هنعمله ازاي؟ بنحط حلة تغلي على النار فيها المية عادي جدا أكنك هتسلقي اللحمة، وبننزل بالعروق أو التقشيط ده مع بصلاية وطماطماية وقرن فلفل ومكعبين من المرق وبهارات خشنة اللي هي ورق لوري وحبهان وقرفة خشنة وكبابة صيني زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اول ما سقطتها في الحلة ادتني لون الشوربة الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا انت لو جايبة فرخة وزن 3 كيلو مش هتعمل الشوربة الجميلة الرايقة ومغذية في نفس الوقت. هنعمل جنب الكلام الجميل ده محشي النهاردة. طبعا احنا بنحب المحشي جدا وما بنزهقش منه، يعني طول الشتاء هتلاقونا بنعمل محشي عشان محدش ايه يقول ده كل يوم بياكلوا محشي. عامة الشعب المصري كله بيحب المحشي. عملنا المحشي ازاي؟ عملنا بصلة كبيرة جدا مفرومة وعليها قرن فلفل اخضر، يدوبك تبلناهم ونزلنا عليهم بعصير الطماطم اتسبك معانا، ونزلنا بالبهارات ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة اختياري. غسلنا الرز وصفيناه كويس ونزلنا عليه بالخضرة وقلبناهم وشلناهم على النار حالا. وبعد كده قطعنا الكرنب زي ما انتم شايفين. لازم تقطعيه وتصبعيه كده على قد الصوابع قبل ما تحشي علشان ما تاخديش وقت كتير في المحشي، ويفضل طبعا ان انت تقطعيه قبلها بيوم. ودي التسبيكة معانا ما شاء الله، شايفين الجمال. خلطة الرز جميلة جدا اللهم بارك. ودي طريقتي في لف المحشي ما شاء الله زي ما انتم شايفين. يعني الصابع متماسك جدا. عشان ايه؟ عشان بتنشفي عليه شوية وانتي بتلفي صابع المحشي عشان ما يفكش منك بعد كده لما تيجي تزوديه بالشوربة ويطلع معجن معاكي ومفكوك. الاول برص في ارضية الحلة عروق صغيرة من اللي انا مقطعاها من الورق الابيض، وبعد كده اول سطر في الحلة بيكون الورق الاخضر. الورق الاخضر ده بيبقى طعمه جميل جدا احسن من الابيض كمان ما شاء الله. شايفين الجمال؟ دي حلة المحشي بعد ما لفتها كلها زي ما انتم شايفين بالخلطة الجميلة اللي عملناها مع بعض. طبعا الحلة بتاعت نفترض بقى ايه، نقول ان هي لحمة او عاملة نفسها لحمة يعني. استوت معانا وحطينا لها الملح قبل ما نطفي عليها، وهنزود المحشي بالشوربة بتاعتها. بيطلع تحفة ما شاء الله، احسن من شوربة الفراخ بكتير، وفي نفس الوقت مغذية اكتر من الفراخ. كلنا عارفين طبعا الفراخ مش مغذية قد كده، لان طبعا ايه خفيفة جدا. شايفين ما شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، طفت الملح قبل ما اطفي عليها. بعد ما استوت بتهدي عليها النار وبتحط عليها ربع معلقة صغيرة من السكر عشان تستوي معاكي وتبقى بالشكل الجميل ده. طبعا سقينا المحشي بالشوربة الجميلة دي وولعنا عليه يستوي. واول ما بيغلي معاكي المحشي بتروحي مهدية عليه النار عشان يستوي على نار هادية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اكلة جميلة جدا. طبعا غذيتي اولادك باقل الامكانيات. يلا كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، عشان اللي جاي احلى ان شاء الله. وده المحشي بعد ما استوى اللهم بارك. شايفين الجمال؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة كده جميلة وتفتح النفس. والى ان القاكم في فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.